في لحظة استثنائية أخيرا حد قدر من فرقة ريال مدريد يعادل أرقام البومبر والأيقونة بتاعة ريال مدريد كريستيانو رونالدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم أحمد الشريف من جول استوديو. الأسبوع ده الصراحة كان ماتشات حلوة قوي بجد. بدايتها كان من الدوري الإنجليزي اللي اتلعب فيه ماتش بتاع نيوكاسل وتشيلسي اللي خلص 2-2. الماتش ده بجد والله لو حد شافه هيكتشف ان الماتش جبار. الماتش اتلعب بتاكتكس حلو سواء من ايدي هاو او من ماريسكا. ايدي هاو لعب شوط ولا اروع في الشوط الاولاني، ماريسكا لعب طبعا شوط حلو قوي في الشوط الثاني بعد ما خدوا دش في الشوط الاولاني. المشكله ان تشيلسي كان اخر ماتش كسبته في السان جيمس بارك كان تقريبا من اكتوبر 2021. فنازله الماتش ده بقى فاكره نفسها بقى هتاخد بقى يعني ايه، هتكسر الارقام وتعرف تكسب والكلام ده. بس الموضوع صعب جدا، الواحد يخش ملعب سان جيمس بارك ويطلع منه كسبان. دي نادره جدا ان حد يقدر يعملها، بس بسبب قوه الجماهير والروح بتاعت الفرقه. بتحس في حاجه غريبه بتحصل في الملعب ده بتخلي اي حد داخل ما بيعرفش يطلع كسبان الصراحه. واللي صعب الامور جدا على ماريسكا وتشيلسي الجونين اللي دخلوا عن طريق الدبابه الالمانيه فولت ميت اللي عنده 23 سنه. الواد ده ركزوا معاه، الواد ده موهبه حلوه جدا 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 بجد. هو فكره ان هو قادر يقعد في ال 18 على طول، بيعمل شغل محطه، عارف يبقى رقم تسعة، عارف يشوط، عارف يجامب، عارف يعمل تحركات من ورا الدفاع. كان جوردن كذا مره عمل له كوره كده ثرو، بيقدر يحط نفسه ويقدر يخلق لنفسه فرصه بيعملها. ودي نادرا اول ما تلاقي مهاجم بيقدر يعمل الحته دي، يعني نادر اول ما تلاقي مهاجم وبالذات الناس اللي هي الطويله القوه البدنيه الطويله دي صعب قوي تبقى عندها خفه الحركه دي. لا هو صراحه هو عنده في الحته دي زي هالاند، يمكن اقل من هالاند شويه، بس هيبقى في يوم من الايام. وافتكروا كلامي كويس، الواد ده في يوم من الايام هيبقى حاجه. اللعيب صراحه كامل في كل حاجه. بالنسبه لتشيلسي هي لعبت بعد ما دخل فيها الجونين بتاع الشوط الاول، يعني هي الشوط الاول ما لعبتش حلو قوي بسبب طبعا الضغط اللي بيبقى نيوكاسل بتعمله في ملعبها دايما في اول شوط في اي ماتش. نزلت في الشوط الثاني ماريسكا تقريبا خد دش حلو، نزل ادى اللعيبه شويه كده كلام جمال كده، نزل الشوط الثاني. لا عندهم روح، لا عايزين يلعبوا، لا في فكر عايزين يعملوه. الشوط الاول ما كانش فيه خالص موجود. وجابوا طبعا الجونين بتوع ريس جيمس طبعا، والجون الثاني بتاع جواو بيدرو اللي جابه عن طريق ضربه مرمى بتاع سانشيز، عملها ضربه مرمى عاليه. جواو بيدرو عرف ياخدها بطريقه ذكيه جدا وراح جاب بيها جون. اما بقى نتكلم عن الماتش بتاع السبيرز والتوتنهام يعني وليفربول، الماتش ده ضحك قوي. والله العظيم بجد هو ضحك جدا، لان هو ماتش غريب جدا. هو يعني انا حسيت يعني عارف 12 بيلعبوا قدام 11، مش 11 و11. نجم الماتش بالنسبه لي ولا واحد من ال 22 لعيب. نجم الماتش بالنسبه لي كان الحكم كان غريب جدا. طلع 8 كروت صفراء وكارتين احمر، حاجه الواحد بقاله كتير قوي ما شافهاش في الدوري الانجليزي. الحكم كان ناقص شويه يلبس تيشيرت ليفربول ونيفر ووك الون وينزل يلعب مع ليفربول قدام توتنهام. توتنهام الصراحه من وجهه نظري بعيد عن موضوع الحكم، في ظلم من الحكم، في ظلم من الحكم. بس انا من وجهه نظري ليفربول توتنهام اللعيبه بتاعتها هي اللي عملت في نفسها كده. سواء الطرد الاولاني بتاع تشافي سيمنز اللي عمله من ورا تدخل على فان دايك، لا هو يستحق الطرد الصراحه. والطرد الثاني بتاع كريستين روميرو، لا يعني انت شايف فرقتك مزنوقه وشايف ان انت ما بتلعب ب 10 لعيبه ومطلوب منك واحد، وانت كابتن الفريق تخش تعمل حاجه زي كده وقدام الايه ده يعني فاهم اللي هو قدام الحكم بجاحه. عارف اللي هو الحكم لو ضدك انت بتشعلله اكتر، انت جاي قدام الحكم وراح تخش برجلك كده على ايد كوناتي وتلبس نفسك كارت احمر وتصعب الامور على نفسك. لا هو الماتش كان غريب باحداثه بكل حاجه. بس الصراحه هي توتنهام من وجهه نظري اللعيبه اللي عملت في نفسها كده وهي اللي لبست نفسهم الماتش، خسرت نفسهم الماتش الصراحه. اما بقى يعني الماتش اللي ما فيهوش كلام كتير، الماتش بتاع ايفرتون وارسنال، الماتش خلص 1-0. بس تحس الاسبوع ده فيه لقطات كده بتضحك. يعني الماتش بتاع ايفرتون وارسنال، الواد اوبراين المدافع بتاع ايفرتون كرة مرفوعه طلع يعمل كده احلى بلوك في فولي، احلى من اي لعيب فولي بول بيلعب في حياته. انا اعرف اللي ممكن الكره تخبط فيه كده، الكره تخبط فيه كده، الكره تخبط فيه كده بالغلط، لكن اللي طالع يعمل بلوك لعيب تحفه، فولي بولر تحفه. طلع يعمل بلوك ولا اروع يعني. لبس نفسه ضربه جزاء ولبس فرقته ضربه جزاء. فيكتور جوجريز دخل جاب الجون بتاع ارسنال وخلص الماتش 1-0. هو ماتش ما فيهوش كلام كتير، بس لقطه اوبراين دي بالنسبه لي كانت من اللقطات اللي ما ينفعش واحد يعديها. ونخش بقى على اهم حدث في اليوم والماتش بالنسبه لي اللي فيه كلام كتير جدا، ماتش بتاع ريال مدريد واشبيليه اللي اتلعب في ارض سانتياغو برنابيو. الماتش ده يعني مقلوب كفته نصين. نص الشوط الاول فيه كلام ونص الشوط التاني فيه كلام تاني خالص. الشوط الاول
انا خدت بالي برضو الناس اللي متابعه ريال مدريد في اخر فتره بتاعت حقبه تشابي الونسو، هو دايما بينزل الشوط الاولاني محطوط عليه، محطوط عليه بمعنى الجمله، نازل الشوط الاولاني مش عارف يعمل حاجه، في كوارث كوارث يابا في الدفاع، الناس بتخش كده لفسيو زريباوي سلام عليكم وكده عادي خالص. فلا لا لا الشوط الاولاني ده فيه كارثه 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 بكل المقاييس. تشابي الونسو لازم يدور على حل في الشوط الاولاني، لان هو ما فهمش هو ايه اللي بيحصل دايما في الشوط الاولاني، حته ان في كوارث في الدفاع، بعد كده في الشوط الثاني بيرجعوا بقى بيبقى في جرينتا بقى وروح اللي هي الروح الملكي ويرجعوا. لا في حاجه بتحصل في الشوط الاولاني مش مفهومه، هل يا ترى ده بسبب مثلا اخطاء المدافعين اللي دايما موجوده المتكرره سواء من روديجر او راؤول اسينسيو، الاثنين دول نكته، نكته بمعنى الجمله، سواء روديجر ده كفايه قوي كده عليه بقى، يعني يبقى بديل، يقعد كده يعني ينزل بديل ما يبقاش اساسي الصراحه حرام يعني. وراؤول اسينسيو اللي مصر يعني يقلد سيرخيو راموس بس بطريقه غلط خالص من تحت، بطريقه غريبه، ويكسر ويقعد يزعق ويشوح ويقول له قوم وبتاع، اللي هو انت في ايه، انت مالك، انت مش راموس يعني، انت لسه طالع يا حبيبي، انت ما فيش ولا اي حاجه، انت صفر على الشمال. فلا ما فيش كده. المشكله بقى ان ايه، اشبيليه الصراحه لعبت حلو قوي الشوط الاولاني، وعملت كذا هجمه مرتده وبتعدي، والواد اللي اسمه ايزاك عمل كام كوره، مهاجم بتاعهم الواد ده خطير جدا، واليكسيس سانشيز اللي الواحد يعني مبسوط جدا ان هو وصل بعد العمر اللي هو 36 سنه لسه بيأدي بنفس القوه ده. لا حلو، لعب كذا كذا كوره يعملها ويهجم ويعمل دبل كيك، لا يعني اللعيب ده خطير جدا هو او ايزاك المهاجم بتاع اشبيليه. واللي دايما كالعاده حامي الاول والاخير كورتوا، اللي هو يا جماعه هو كورتوا هيفضل يصد لحد امتى؟ كل الكور بتاع اكتر من 15 فرص بيبقى دايما في كل الماتشات، لو حد ركز في ماتشات ريال مدريد اكتر من 5 فرص دايما بتبقى على المرمى بتاع كورتوا ودايما بيطلعها. طب هو هيفضل يحارب لوحده لحد امتى؟ ايه ده يا عم، انا هحارب لوحده ولا ايه؟ ده مش طبيعي، والله العظيم ده ما طبيعي. الشوط التاني الصراحه تشابي الونسو دايما بيعرف يرجع ويعرف يأدي مستوى حلو عن طريق رودريجو. لا رودريجو ما يطلعش، رودريجو ده ما يطلعش، ده موهبه فذه بالنسبه لي، ده ما ينفعش يقعد بجد. ده بالنسبه لي اهم من فينيسيوس جونيور بكتير. يعني ده هو فينيسيوس جونيور طبعا ما فيش اختلاف عليه انه لعيب حلو وقوي وبرازيلي واسمر ورقصه سامبا وكل الكلام الجميل ده، بس لا رودريجو في ميزه عن فينيسيوس جونيور ان رودريجو عاقل، رودريجو بيشغل ده قبل ما بيشغل رجله، بيعرف ازاي عنده مهاره وعنده سرعه وعنده جرأه وهادي ومش منفعل دايما وبيعرف يشوط الفاولات بيشوطها حلو قوي. وعمل اسيست على فكره اولاني عن طريق فاول لما لعبوا لجود بلينجهام اللي لعبه وجابها بالجون براسه. وعمل برضو الاسيست التاني بتاع ضربه الجزاء اللي وقع، وبالمناسبه ضربه الجزاء اللي دخل جابها كيليان امبابي. هو كيليان امبابي هو اسطوره، يعني مش عايز ادخله في حته الاسطوره لان هو لسه صغير، بس هو لا هو ما شاء الله عليه، هو صاروخ زريباوي يعني حاجه كده فاهم، الله اكبر يعني عليه. ايه يا بابا، يا حبيبي يا ابني، بتعمل ملح في عيني يا بابا، ايه يا هارب بترش ملح علينا. ان هو قدر يوصل ويعادل ارقام كريستيانو رونالدو اللي بقالنا سنين ما شفناش حد في ريال مدريد عارف يوصل للارقام بتاع الايقونه والبومبر بتاع كريستيانو رونالدو. لا دي انا بالنسبه لي دي موهبه فذه، موهبه حلوه جدا ولسه قدامه سنين. يعني احب اسمع رايكم، هل يا ترى هو هيقدر يوصل لارقام كريستيانو رونالدو ولا لا؟ يعني انا بقى انا واحد كان مشجع لكريستيانو رونالدو، ما اتمناش ان حد يوصل لارقامه يعني، بس كيليان امبابي الصراحه يستحق ان هو نشوفه دايما بيحقق ارقام لان هو مجتهد. يعني حتى لو خدتوا بالكم فرقه ريال مدريد كلها ممكن تبقى ميته وهو الوحيد اللي بيحاول يعني يعمل فرصه واتنين ويحارب وكده. فهو انجاز ان هو يجيب 59 هدف في موسم واحد زي ويعادل ارقام كريستيانو رونالدو، حتى احتفل على طريقته وعمل حركه السي اللي بيعملها كريستيانو رونالدو. لا ده يبين ان هو ده اصلا كريستيانو رونالدو، كان يعني كان الايقونه بتاعته، وهو كان بيبص عليه دايما وهو صغير، لو خدتوا بالكم من الصور وهو بيتصور معاه وهو صغير، لا هو ده كان التارجت بتاعه، وعرف يحقق حته منه، حتى عمل له التحيه وسلم عليه في التحيه. ودي حاجه الواحد يفرح بيها ان يشوف لعيب صغير حاطط بالنسبه له تارجت لعيب يكون ده حلم حياته وعايز يوصل له ويقدر يجيب ارقام زي ده ويديله التحيه، دي حاجه تفرح اي حد. انا احب اسمع رايكم عامه على اللي انا قلته ده كله. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وان شاء الله هنزل دايما فيديوهات
تبقى احلى واحلى ومع بعض اقوى ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعموني، لان اكيد هيفرق معايا دعمكم كتير جدا. سلام.